في عيد ميلاده مدرس التاريخ سر شغف أحمد فؤاد سليم بالتمثيل. يعد الفنان المخضرم أحمد فؤاد سليم واحد من أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة في المشهد الفني المصري على مدار أكثر من 4 عقود. ويحتفل اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم بذكرى ميلاده ال67. اتولد سليم في مثل هذا اليوم من عام 57 في مدينة القاهرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 78، وبدأ مسيرته الفنية من خلال المسرح اللي ظل شغفه الأول. تميز بقدرته الاستثنائية على تجسيد شخصيات متنوعة، وقدم الفنان أحمد فؤاد سليم العديد من العروض المسرحية التي أبرزت عمقه الفني، منها الصعيدة وصلوا سنة 89 اللي حققت نجاح جماهيري كبير، وعرابي زعيم الفلاحين حيث جسد شخصية تاريخية بعمق. كما شارك في أعمال تجريبية مثل الآخر وقصة الموت، بالإضافة إلى مسرحيات اجتماعية ناقدة مثل السبنسة وسفراجي. بدأ الفنان أحمد فؤاد سليم حبه للفن منذ الصغر، حيث تحدث عن ذلك في برنامج كلمة أخيرة على قناة أون إي، مشيرا إلى أن مدرس التاريخ كان له دور كبير في تعزيز شغف الفنان خلال المرحلة الابتدائية، إذ كان يستمتع بتقليد الشخصيات التاريخية، ما ساهم في تطوير مهاراته في التمثيل. وقال: كنت في الصف الرابع الابتدائي، وكان أستاذ محمود مدرس التاريخ يحضر إكسسوارات ومكياج يتناسب مع الشخصيات التاريخية مثل محمد علي، وقد أعجبتني هذه الفكرة كثيرا، ما دفعني للبحث عن المسرح في كل مكان، سواء في جمعية الشبان المسلمين أو مراكز الشباب والساحات الشعبية. وقال كمان إن كل نوع من الأعمال الفنية يتطلب أسلوب أداء خاص، ويحرص على أن يكون على طبيعته أثناء التمثيل. ووضح كمان: لم أقلد أي شخص في أي دور، وعندما أصبحت ممثلا اتخذت مسار فلسفي خاص بي. أصبح التمثيل وخاصة في الأعمال الدرامية بالنسبة لي قضية وواجب، وعندما يعرض علي دور أقرأ النص كاملا في البداية، وأتحدى نفسي لتقديم كل دور بطريقة مختلفة. وعلى الرغم من تركيزه على الأدوار الثانوية، إلا أنه استطاع أن يترك أثرا واضحا من خلال فيلم المهاجر، اللي يعتبر من أبرز علامات السينما المصرية، بالإضافة إلى أدوار الكوميدية في الحدق يفهم وعفريت النهار، وشخصياته الدرامية المؤثرة في أبو علي. يعتبر الفنان سليم من أبرز أعمدة الدراما التلفزيونية المصرية، حيث قدم أكثر من 30 عمل درامي تشمل المسلسلات التاريخية. تميز في أدواره في أعمال مثل المواطن إكس والخواجة عبد القادر، بالإضافة لمشاركاته في أعمال تاريخية مثل الملك فاروق وقاسم أمين. كما خاض تجارب متنوعة في مسلسلات مثل ابن حلال وبيت الأفاعي. وفي عيد ميلاده ال67 يظل أحمد فؤاد سليم واحد من أهم الفنانين المصريين، حيث جمع بين العمق الفني والتنوع الإبداعي، وقد استطاع من خلال مسيرته الطويلة أن يقدم نموذجا ملهما للفنان الجاد الذي يتمسك بقيم الفن الأصيل. يذكر أن أحدث أعمال أحمد فؤاد سليم اللي شارك فيها بالموسم الرمضاني الماضي هو مسلسل حكيم باشا، حيث حل أبطال العمل ضيوفا في برنامج واحد من الناس اللي بيقدمه الإعلام عمرو الليثي على قناة الحياة. وتحدث أحمد فؤاد سليم عن دوره في المسلسل وتعاونه مع مصطفى شعبان، حيث قال: بينا ود وحب، والشر الموجود في الشخصية مكتوب بشكل رائع، حتى إن الحكم الحكم والأمثال السعدية أصبحت تتردد بين الناس. أخيرا بيشار إنه في العام الماضي منح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته ال 72 برئاسة الأب بطرس دانيال جائزة الريادة للفنان أحمد فؤاد سليم.